مسيرة 15 أب ولغاية 15 شباط. التسلح والعنف في الباكاكا. الجزء الثالث. على من أطلقت الباكاكا أولى رصاصاتها في سبعينيات القرن المنصرم، تقيم الباكاكا تاريخ سبعينيات القرن الماضي كملحمة أسطورية عظيمة، ولكن لو عرفت حقائق الباكاكا وعلاقاتها آنذاك لاتضحت حقيقة هذه التنظيمات إلى حد كبير، كما لاستوعبناها أكثر على صعيد تجربتها في التسلح والعنف. والنقطة الهامة والتي ينبغي أن نبدأ بها حديثنا هي أن مجال العنف ليس نهجا حربيا للباكاكا، فالباكاكا شديدة التطرف، ووجود قوة على أساس العنف والتطرف والاستبداد هو الحقيقة الأساسية للباكاكا، أي بمعنى أن الباكاكا والعنف والتطرف كلمات مترادفة. وقد ولد استخدام الباكاكا للعنف المآسي والأحزان، وهي مرتبطة بالشخصية وعلاقات وأهداف أوجلان. فالباكاكا لم تستخدم السلاح أول مرة من أجل قضية قومية، فلم تقتل عسكريا أو شرطيا أو موظفا للدولة لغاية عام 80. فعدا عملية أو عمليتي استهداف في أنقرة، لم تحارب الباكاكا العنصريين إطلاقا، بل قتلت فقط صنفين من الناس: الأول كوادرها وموظفيها، الثاني كوادر وأنصار غيرها من الحركات والتنظيمات الأخرى، أفراد العشائر الكردية، أي أن من قتلتهم كانوا كردا لا غير. اجتماع ديكمان كان اجتماع مغادرات أنقرة حقا. كثيرا ما تحدثت الباكاكا عن جرائمها المتنوعة لترهيب البعض، كما تنتهج أبشع وسائل الظلم والاستبداد، غير أنها لا تقبل على نفسها الجنايات والقتل والممارسات المتطرفة، فتقوم بتنصيع تاريخ من تغتالها وتعلنهم أبطالا، فتبدي الأمر وكأن غيرها من قام باغتيالهم، فهي صاحبة عنف دفين لا يسلم شرها، كما لا يعرف متى وكيف ستستخدم هذا العنف. وكان أول ضحية لهذه المسيرة هو الرفيق الأول لأوجلان، حق قرار. فقررت الجماعة التأسيسية في الاجتماع الذي عقد في ديكمان عام 76 العودة لكردستان والشروع بالكفاح المسلح. والحق أنهم كانوا سيغادرون أنقرة ويتوجه جميع مناضليها نحو كردستان، فقد كانت بعض الجماعات قد عادت لكردستان عام 75، وكانت الساحة الكردستانية تضم أحزابا وحركات وتنظيمات كردية منظمة قبل ذلك، وكانت هذه الأحزاب قد شرعت في كفاحها المسلح ضد السلطات في المدن والقرى، ولم تكن تمارس أي أعمال متطرفة ضد بعضها البعض، بل كان التطرف محصورا في المجال الأيديولوجي، فلم يكن الشعب هناك ليحملوا السلاح ضد بعضهم البعض، غير أن الدولة كانت مصرة على قتل الكرد بيد الكرد. كانت الباكاكا أوهن الأحزاب وأضعفها قاعدة جماهيرية. آنذاك كان دائما ما تنشر عبارة: عقد كوك اجتماعا ضدنا في آمل، وأنه لا يسمح لنا بالانخراط في الساحة الكردستانية، وأنه سيهاجمنا ويعتدي علينا. بهذا هيأت الباكاكا الأرضية للصراعات الداخلية، وشرعنت قتل الكرد والحرب الداخلية بينهم في كردستان تركيا. بداية الأمر أوجلان ورفاقه في الاستخبارات التركية يسافرون إلى كردستان. توجه عموم كوادر الباكاكا لكردستان عام 76، ولم تكن هناك أي شروط أو ظروف للنضال في كردستان. نعم، كانت هناك مشاكل اقتصادية، وكان من المفروض أن يعود أوجلان لكردستان، غير أنه لم يغادر أنقرة. مكث هناك مع 3 من أعضاء الباكاكا معروفين بتجسسهم للاستخبارات التركية، وهم كل من كسيرا يلدرم زوجة أبو، الطيار نجاتي كايا، وعبد الرحمن بولات. وكان الطيار يعتني جيدا بهذه المجموعة في أنقرة من الأموال التي كان يستحصلها، فبات الحديث عن عمالة الطيار علنا، كما أصبحت علاقة كسيرا بعبد الله أوجلان محط جدل واسع، فكان الكل يرى ضرورة عودة أوجلان لكردستان، غير أنه فضل إطالة بقائه في أنقرة بعدها. وباسم العودة لكردستان بدأ أبو رحلته منطلقا من أجل لينتقل لكافة المناطق، ولكن بلا شك برفقة الطيار أوجلان في ديلوك وحق قرار غاضب ممتعض. آخر محطة لأبو كانت ديلوك. كان الوقت الأسبوع الأول من شهر أيار، أي قبل مقتل حق قرار بأسبوع. في ديلوك كان يتواجد حق قرار وجماعة من رفاقه: حق قرار، بوزان أصلان،
محمد أوزون، علي يايلاجيك، وأحمد بالي. كانت جماعة حق قرار تمتهن الحمالة وتعيش بها، وكانت تحاول تنظيم قاعدة جماهيرية للحزب هناك، فنظمت العديد من الشباب غالبيتهم كانوا من العمال والكسبة. عقد اجتماع الإدارة، بعث حق قرار ورفاقه المذكورين أعلاه وثيقة مكتوبة لآبو يقولون بأن لهم قرارا مشتركا. كانت الوثيقة تحوي: أولا، يجب على الرفيق عبد الله أوجلان مغادرة أنقرة حالا والعودة لكردستان. ثانيا، ليس محل قبول إطلاقا الترحال مع جاسوس مثل طيار، كما يجب فصله من الحزب بأسرع وقت. ثالثا، ليس محل قبول إطلاقا أن يمكث الرفيق أوجلان وفاطمة أي كسير يلدرم في نفس المنزل بأنقرة، فعائلة فاطمة على علاقة قوية بالاستخبارات التركية، وقد تكون هي أيضا عميلة لها، لذا يجب إيقاف مثل هذه العلاقة مع فاطمة. الجناية الأولى: البطل الأول والانتقام الأول. بعد استلامه للرسالة، تلك الرسالة التي تتهم أوجلان بأسلوب خفي بهروبه من كردستان ومصاحبته للعملاء والجواسيس. وحق قرار كان شخصا يمتلك قاعدة جماهيرية وتأثيرا قويا. هنا خاف أوجلان من فضح هويته الحقيقية، لهذا يلتزم الصمت، يعدهم بالعودة في أقرب وقت ممكن. يغادر، وبعد مرور 10 أيام من رؤيته لأوجلان يغتال حق قرار أثناء ذهابه للقاء. أثارت كيفية اغتيال حق قرار شكوك قطعية في تاريخ الباكيكا. يقال ذهب للقاء فأطلقت جماعة تدعى النجم الأحمر الرصاص عليه. وفق هذه الرواية، تعرض بعض الأشخاص من الذين سلموا الوثيقة لأوجلان مع حق قرار للحادث، وقيل بأنهم تعاونوا مع المنفذين لهذه المؤامرة ضد حق قرار، غير أن جميل بايك نفسه يقول لدى نقله للأحداث التاريخية أن من قتلوا حق قرار كان شابا أو شابين تم تكليفهم بالعملية من قبل شرطية امرأة. والحق أن التقييم والتحليل الرسمي للحادث من قبل الباكيكا والذي يقول بأن من أطلق الرصاص على حقي وضعوا هوية على جثته وكأنه توفي في موقع الحادث ليس صحيحا، بل الحقيقة أن حقي أصيب برصاصة واحدة فقط، وفي المستشفى نزعت قنينة السيلان منه واغتيل هناك. فكان اغتيال حق قرار بمثابة تغييب الشهود وإخفاء الأدلة ومسح معالم الجريمة، فأصبح حقي ضحية رسالته لأوجلان. آنذاك كان جميع رفاق حقي الذين بعثوا هذه الوثيقة لأوجلان يفكرون في الشيء نفسه، فكان عموم مناضلي الباكيكا في ديلو يعتقدون أن حق قرار اغتيل على يد أوجلان، وأن الباكيكا في قبضة الاستخبارات التركية ميد. انشق عموم المناضلين والمخلصين في ديلوب من صفوف التنظيم، غادر بعضهم كردستان، راقب الجميع أوجلان. كانت وسائل الاتصالات نادرة آنذاك، المناطق الأخرى لم تعلم بالحادث فورا. صنع أوجلان سيناريو حول الحادث، فزعم وجود جواسيس عملاء في التنظيم، وأن الدولة تحاول القضاء علينا والأحزاب والتنظيمات الأخرى تحاول القضاء علينا. فاتهم رفاق حق قرار الذين سلموه الوثيقة بالتجسس والعمالة، فتم اغتيال الأربعة الآخرين خلال فترة قصيرة على يد كوادر الباكيكا من مناطق أخرى. بدأت الإخفاقات والانتكاسات العظيمة مع الباكيكا. يعتقد عموم الكوادر والجماهير أن الباكيكا منظمة تجسسية، فقرر أمثال كامر أوزكان كان ضمن المجموعة التأسيسية الأولى مع أوجلان، قرر هجر صفوف التنظيم والانشقاق عنه، غير أنه لم ينجو من كيد أوجلان. ذلك الشخص الذي كان في الجبال عام 78 اغتاله آبو مع الدكتور باران في ديرزم عام 93، أي بعد 17 عاما. انطلاق مشروع الدولة في ضرب الكرد بالكرد. باختصار، أطلقت الباكيكا وأوجلان أولى رصاصاته على رفيقه الأول أي حق قرار، بعدها على من أرادوا كشف حقيقة مقتله. إطلاق الرصاصة الأولى يكشف الشفرة الوراثية لهذه التنظيمات، فالرصاصة الأولى كانت ضد الكرد. بعدها شرعت الباكيكا بقتل الكرد ولم تتوقف، من فريد أوزون لغاية سمير، من لميع باكس لغاية جولان غارزان، من حكمة فيدان لغاية بيشمركة كردستان. شرعت وانخرطت في مشروع قتل الكرد حفاظا على مصالحها. نعم، فمن قتلته هذه التنظيمات ليس بأقل ممن قتلته الدولة التركية.